السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن في 124 ألف نبي، منهم 313 رسول. طب هل في آية تحوي كل الأنبياء دي كلها من القرآن الكريم؟ يعني تجمع ال 124 ألف نبي؟ في البداية لو حضرتك مهتم بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يبقى حضرتك شرفنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس حتى يأتيك كل جديد. 124 ألف نبي اللي اتذكر في القرآن تصريحا 25 نبي ورسول، وتلميحا بعض الرسل التانيين أو بعض الأنبياء التانيين زي حزقيال مثلا وصموئيل ويشع بن نون فتى موسى معاه في السفينة. طب ازاي انت بتقول ال 124 ألف نبي جمعتهم آية واحدة؟ حضرتك لو قريت القرآن في سورة آل عمران الآية 33 34 ربنا بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. يبقى ذكر آدم وده أول نبي ورسول، وبعديه على طول ذكر نوح، وبعديه ذكر آل إبراهيم وآل عمران. طب حضرتك هتقول لي ما هو في ابن آدم شيس ما هو نبي، وإدريس حفيده ما هو نبي، وكمان في أنبياء تانية زي هود وصالح وشعيب، وفي أنبياء مش من بني إسرائيل. ايوه، هرد على حضرتك واقول لك ربنا بيقول في الايه ذريه بعضها من بعض، يعني شيس ده ما هو من ذريه ادم، بعضها من بعض، نبي من نبي، وادريس من ذريه شيث، وكذلك هود وصالح وشعيب من ذريه نوح، وشمل ابراهيم وآل ابراهيم بما فيهم ابناء اسحاق ويعقوب وابناء اسماعيل عليهم جميعا السلام الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هتيجي تقول لي ايه بقى موضوع آل عمران؟ وآل عمران ده حضرتك واحد من أبناء لاوي. لاوي ده اللي هو ابن سيدنا يعقوب. فكل نسل معظم الأنبياء اللي هيجوا لبني إسرائيل من نسل عمران إلى المسيح عيسى ابن مريم، لأن كده بيقول لك في الآية اللي بعديها: إذا قالت امرأة عمران واحدة من نسل عمران. امرأة عمران اللي هي أم السيدة مريم عليه السلام، فهي أمها من نسل عمران، ومريم ابنة عمران الجد اللي هو أبو موسى وهارون ابن لاوي، والمسيح ابن مريم. عرفت بقى أن الآية شملت كل الأنبياء 124 ألف نبي. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.